مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا ما اعرف شلون ابلش هذا الفيديو لانه صار لي سنوات من اول ما بلشت، من اول ما خلفت بنتي ما التزمت باليوتيوب ابدا. بعد هذا الفترة من اول يمكن من اوقات حملي بنتي بطلت احمل فيديوهات، فيعني تقريبا 3 سنوات. حتى لو انه حملت فيديوهات هنا وهنا بس ما كنا ملتزمة أبدا، يعني كان عندي يمكن فيديو واحد بالسنة كلها. على كل حال مشتاقة لكم هواية، وفعلا مشتاقة أصور وأحكي وأدردش. أول شي أريد أتمنى لكم سنة سعيدة، يا ربي أحلى سنة لكل شخص منكم. يا رب سنة 2024 تكون أحلى من السنين بحياتكم. فعلا مشتاقة لكم هواية، حتى ما أعرف إيش أحكي، بس صار هواية أشياء جديدة بحياتي فأريد أقول لكم عليها قبل ما إنه أبلش أصور هنا وهنا. أول شي قررت إنه ما أريد إنه أشوف أطفالي باليوتيوب أو على السوشيال ميديا أبدا. يعني تعلمت أشياء أكثر وأكثر السنة راحت على السوشيال ميديا، وفعلا إنه السوشيال ميديا مكان مو آمن أبدا للأطفال، فأريد أبعد أطفالي عنهم. فإذا ما راح تشوفوهم أبدا بالفيديوهات لأنه قررت إنه ما راح أشوفهم أبدا. حتى مسحت الإنستغرام مالتي، كل السوشيال ميديا، الشيء الوحيد اللي بقيته هو هذا اليوتيوب أكاونت، لأنه ما عندي هواي فيديوهات وياهم. على كل حال بس مسحت كل شيء كنت أشارك بنتي أو ابني الجديد من الفيديوهات، لأنه صراحة يعني ما أعرف ليش هواية عالم يشوفون أطفالهم. يعني ما كنت أهتم هواية بهذا الشيء، بس كل ما تعلمت أكثر وأكثر على هذا الموضوع كل ما قررت إنه هذا الشيء ما أحب أسويه. ما أريد أحترم خصوصية أطفالي، هم يقدرون يقررون لنفسهم إذا يريدون يكونون على السوشيال ميديا أو لا من يكبرون. بس بالوقت الحالي هذا مو قراري، ما أريد أسوي هذا الشيء، وواجبي كأم حمايتهم، فأريد أحميهم من هذا يعني السوشيال ميديا وكل شيء موجود. طبعا أنا قاعدة ألقى حتى يكون يعني مرتاحين أكثر. على كل حال فمثل ما إذا انتبهتوا قلت ابني طفلي الثاني، فصار عندي طفل ثاني، خلفنا ولد من قبل شهرين عمره 11 أسبوع، فشوية أكثر من 2.5 شهر. اسمه جت. فعلا يشبه كلوي هواية، أتمنى لو أقدر أشوف لكم إياه، بس بما إنه قررت ما أريد أشوف أطفالي أبدا على السوشيال ميديا ما أقدر. بس يشبه كلوي هواية هواية هواية، يعني ما تقدرون تشوفوه وما تشوفون كلوي، يعني كأنه توم. يجنن وكلش سويت. أنا غرقانة بحب الأمومة، يعني ما أعتقد شخص يحب يكون أم أكثر من عندي. فعلا يعني فعلا فخورة ومتشكرة وفرحانة لهذا الشيء. يعني ما أقدر أكون متشكرة هواية لهذا السبب. يعني فعلا أحب أكون أم. الأم همين تعلمت إنه أحلى دور بالدنيا كلها، وهمين أصعب دور بالدنيا كلها. فتحياتي لكل الأمهات بالدنيا كلها، لأنه فعلا ماكو دور أصعب من دور الأمومة. بس هذا أحلى تايتل، أحلى اسم راح حد إنه يعيط لي بيه هو ماما. يعني ماكو أحلى من هيك شيء. فعلا أحب اسم الأم، أحب أكون أم، أحب الأمومة كلها إيش قد ما إنه تكون صعبة. لهذا السبب هم ما حملت هواي فيديوهات 3 سنين الماضيين، لأنه فعلا يعني إذا تريدون فعلا تهتمون لأطفالكم ماكو هواي وقت خلال اليوم حتى أقدر أسوي كل شيء أريده. وأنا مثل الوقت هم أنا عاملة أشتغل من البيت، بس يعني مو سهل أبدا إنه تكون أم واحد. فما أعرف شلون كل الأمهات كانوا يكونون هذا الشيء. من ما كنت أم ما كنت أعرف هذا الشيء، بس من ما صرت أم فعلا فعلا من أشوف أمهات I'm like oh my gosh they are superheroes، يعني أبطال. راح أحاول أحمل مرة بالأسبوع لأنه فعلا مشتاقة أسوي هذا الشيء. وهمين
ما أريد إنه ما أسوي أشياء ما أحبهم لأنه ملتحية أكون أم كل الوقت، إنه it's okay إذا يكون عندي وقت لنفسي. فهسه أبوهم دا يهتم بيهم وأخذت هذا الوقت إلي حتى أقدر أصور وأحكي وياكم، لأنه فعلا أحب أسوي هذا الشيء. فمن هسه ورايح راح تشوفون من عندي فيديو بالأسبوع، راح يكون روتينات، أحكي على العطور، مكياج، ملابس، إنه بس ندردش هيجي، بس راح أحمل على الأقل فيديو بالأسبوع. أعتقد خلاص هذا كل اللي عندي إياه. ما أريد أطول الفيديو هواية وما أريد أزعجكم، وأعرف يعني يمكن من أحمل الفيديو يمكن بعض الأشخاص منكم راح يمسحوني، لأنه حتى يمكن ما راح يعرفون منو أنا، لأنه صار لي سنوات مو محملة فيديو. بس للأشخاص اللي راح يبقون على قناتي واللي راح يدعموني واللي باقيين يدعموني، شكرا هواية لكم، فعلا أحبكم وفعلا مشتاقة لكم، وأتمنى نرجع هاي العلاقة اللي بيناتنا، أتمنى إنه ما خسرتها. فشكرا هواي على دعمكم، راح أشوفكم بالفيديو جاي، وباي.